ناس كتير بتحب تقعد في الكرسي جنب الشباك في أي وسيلة مواصلات، وأنا منهم. لكن لما تسمع قصة النهاردة هتفكر 1000 مرة، خصوصا لو مسافر بالطيارة. والقصة دي قصة حقيقية وغريبة ومرعبة في نفس الوقت. حصلت سنة 2018 وكانت عاملة قلبان في كل الصحف العالمية، وفيها علامات للقدر عجيبة هنقولها في آخر القصة. اربطوا أحزمة الأمان ويلا بينا نبدأ. Southwest 1380 has an engine fire descending. القصة بدأت في 17 إبريل 2018. سيدة اسمها هولي ماكي، عندها 42 سنة وأستاذة جامعية بجامعة أوكلاهوما. بتحكي قصتها، كانت مسافرة بالطيارة التابعة للخطوط الجوية ساوث ويست. الرحلة دي كان عليها 143 راكب غيرها و5 من أفراد الطاقم. كانت متجهة من نيويورك إلى دالاس بولاية تكساس، والمفروض إنها هتستغرق 4 ساعات. بعدها السيدة هولي هتاخد طيارة تانية من دالاس إلى أوكلاهوما لأنها عايشة هناك، والرحلة دي هتستغرق ساعة واحدة. لكن كل الأحداث الصعبة اللي احنا هنحكيها حصلت في الطيارة الأولى. القصة غريبة شوية في أحداثها ومتشابكة، فياريت تركزوا معايا. بداية، شركة الطيران ساوث ويست ليها نظام غريب شوية في حجز المقاعد عكس بقية الشركات التانية. اسمها خطة الجلوس المفتوحة، يعني بمجرد ما تدخل الطيارة تقعد على الكرسي اللي انت تحبه. انت مش ملزم تقعد على كرسي محدد مكتوب في التذكرة بتاعتك. الشركة بتقسم الركاب لمجموعات، وكل مجموعة بتطلع الأول تختار الكراسي اللي تقعد عليها، بعدها الجروب اللي بعده، وهكذا. القصة بدأت لما السيدة هولي راحت المطار. الرحلة بتاعتها كانت الساعة 11 إلا تلت تقريبا صباحا. وصلت طبعا هولي بدري عشان الإجراءات. قعدت شربت كمية كبيرة من القهوة المثلجة لأنها كانت عطشانة جدا. بعدها وقفت في طابور كبير، ولما خلصت كل الإجراءات وطلعت الطيارة لقت للأسف إن كل المقاعد اللي في الصفوف الأولى كلها اتملت بالركاب. ودي بتبقى المقاعد اللي أغلب الناس بتفضلها عشان لما يوصلوا ينزلوا من الطيارة الأول. المهم، فضلت هولي ماشية في وشها لحد ما وصلت لمنتصف الطيارة، وهو الكرسي في الصف ال14. ركزوا معايا، كل صف فيه 6 كراسي، 3 على اليمين و3 على الشمال. ال3 على الشمال A و B و C، وال3 اللي على اليمين D و E و F. 14A هي الكراسي اللي بتبص على الجناح الشمال للطيارة، وB طبعا اللي في النص، أما C اللي ناحية الممر. المهم، هي قعدت ناحية الشمال، وكانت 3 كراسي فاضيين A و B و C، فقعدت في المقعد 14A، وده اللي ناحية الشباك بتاع الجناح الشمال للطيارة عشان تبقى تنام وتسند راسها براحتها على الشباك. وبعد ما ربطت الحزام وحطت شنطتها تحت، افتكرت انها شربت كتير من القهوة المثلجة وهتضطر تدخل الحمام كتير خلال الرحلة، فمش معقول كل شوية تزعج اللي جنبها وتقومهم في كل مرة تدخل الحمام. وكمان ممكن اللي جنبها يكون نايم فهتزعجه، ففضلت انها تقعد في المقعد ال 14C اللي ناحية الممر. بالرغم انه مش هيبقى مريح ليها في النوم، لكن على الاقل هتعرف تروح براحتها للحمام وما تزعجش حد. ففكت الحزام وتحركت مقعدين وقعدت ناحية الممر بدل الشباك. بعد دقايق جت امرأة تانية اسمها جينيفر ياديون، عندها 43 سنة وعندها طفلين، بتشتغل مسؤول تنفيذي لإحدى البنوك. جينيفر سألتها بابتسامة جميلة، ممكن أقعد في الكرسي جنب الشباك؟ قالت لها هولي اتفضلي، الكرسي مش محجوز. وقعدت فعلا جينيفر في الكرسي 14A اللي بيبص على الجناح الشمال للطيارة. اما الكرسي اللي في النص بين هولي وجينيفر اللي هو 14B فضل فاضي، لان عادة الكراسي اللي في النص دي بتفضل فاضية شوية لان اغلب الناس ما بتفضلهاش، بيكونوا متكتفين طول الطريق بين الكرسيين، والقعدة بتبقى مش مريحة خصوصا لو الرحلة طويلة ولو حد حابب ينام. ولما الكراسي ابتدت تتملي كلها سواء ناحية الشباك أو الممرات، فاللي اتأخر بقى كان بيركب مضطر في الكرسي اللي في النص. جت بعد كده بنت في سن المراهقة ماسكة موبايل بتلعب فيه، وجت في الصف 14 وسألت هولي إنها تدخل تقعد في الكرسي 14B. بالفعل خلاص ال3 قعدوا في الكراسي بتاعتهم، هولي وجينيفر والبنت اللي بينهم، وربطوا أحزمة الأمان. بعد آخر راكب، المضيفة قفلت باب الطيارة ورحبت خلاص بكل الركاب وطلبت منهم التأكد من ربط الأحزمة، وقالت بعض تعليمات السلامة. أغلب الركاب ما كانوش مهتمين بالكلام لأنهم بيسافروا كتير وعارفين الكلام الروتيني ده بيسمعوه كتير.
أما هولي كانت مركزة قوي في الكلام المرة دي، مع إنها مش أول مرة تسافر بالطيارة، لكن شيء جواها مش مطمنها وإن في كارثة هتحصل في الرحلة دي. هولي أول ما ربطت الحزام كانت هتتجنن وتدخل الحمام، لكن كان لازم تستنى لما الطيارة تقلع الأول وتستقر في الجو. الطيارة فضلت ماشية على المدرج لحد ما أقلعت بسلام الحمد لله، وهولي منتظرة بفارغ الصبر إن الطيارة تستقر والطيار يقول لهم يفكوا حزام الأمان وهي تجري على الحمام. أول ما حست إن الطيارة ابتدت تستقر فكت حزام الأمان بسرعة واستنت كلام الطيار، لكن للأسف الطيار فاجئهم وقال محدش يغادر المقعد بتاعه، احنا داخلين على مطبات هوائية. حست هولي بالإحباط الشديد ورجعت ربطت الحزام تاني وهي متضايقة جدا. جينيفر اللي كانت قاعدة جنب الشباك بتقرأ كتاب حست بيها هي والبنت اللي في النص اللي كانت بتلعب بالموبايل، وضحكوا كلهم على الموقف وطمنوها إن هانت خلاص وهتدخل الحمام، تصبر بس شوية. مرت دقايق، الطيارة بتتهز وبتترج جامد، وهولي وطت عشان تجيب الآيباد بتاعها تشغل بيه الوقت. في اللحظة دي سمعت صوت فرقعة جامدة جدا جاي من الجناح الشمال للطيارة، وسمعت صوت هوا عالي مخيف زي إعصار جوه الطيارة، والهوا بقى بارد جدا كأنك في تلاجة. الطيارة مالت فجأة على جنبها الشمال، وكل ده حصل في جزء من الثانية، وهولي بس بتوطي تجيب الآيباد بتاعها. هولي جت ترفع راسها مصدومة تشوف في ايه بيحصل، شافت ان كل اقنعة الاكسجين كلها نازلة من السقف والركاب بيحاولوا يلبسوها، وحالة فزع بين الركاب، اللي بيصرخ واللي يعيط، والمضيفات بيجروا في الممر عشان يساعدوا الركاب على ارتداء الاقنعة. هولي كانت مرعوبة ومن صدمتها مش عارفة تمسك الماسك، وبصعوبة عرفت تلبسه، وبصت جنبها تطمن على البنت الصغيرة وجينيفر اللي قاعدة جنب الشباك. واللي شافته هولي كان أغرب من الخيال. صوت الفرقعة اللي سمعتها هولي ده للأسف كان انفجار المحرك بتاع الجناح الشمال للطيارة، ولما انفجر طلعت منه شظايا زي رصاص، وشظية منهم ضربت في الشباك اللي في الصف 14 اللي كانت قاعدة فيه جينيفر والبنت وهولي، والشظية اللي طلعت حطمت زجاج الشباك تماما، وبسبب كده الضغط في مقصورة الركاب انخفض جدا. ده انت لو فتحت خرم صغير زي فتحة مسمار جوه طيارة على ارتفاع آلاف الكيلومترات من الأرض، الخرم الصغير ده هيعمل إعصار رهيب جوه الطيارة ويشفط أي حاجة حرفيا، حتى البني آدمين. وده اللي حصل بالفعل لما الشباك جنب جينيفر اتحطم وهي اتشفطت لخارج الطيارة، لكن مش بكل جسمها، الجزء العلوي بس، لأنها كانت مربوطة بحزام الأمان، فالجزء اللي تحت كان لسه مربوط. حتى البنت اللي جنب جينيفر كان جسمها بيحاول يتشفط هي كمان. هولي شافت المنظر وعلى طول حاولت تنقذ البنت الصغيرة القريبة منها بإيدها اليمين، وبإيدها الشمال حاولت تسحب جينيفر لجوه الطيارة، لكن للأسف قوة الشفط كانت رهيبة جدا. هولي استنت أي حد يجي يساعدها ويكون شايف اللي بيحصل ده. الكابتن في كابينة القيادة كان عارف ان المحرك الايسر انفجر، لكنه هو والمساعد كانوا في معركة حقيقية جوه كابينة القيادة عشان يمنعوا تحطم الطيارة، وما كانش عندهم علم بالحادثة المأساوية اللي بتحصل جوه الطيارة في الصف 14. هولي فضلت تصرخ ان حد يسمعها ويجي يساعدها، لكن صوت الاعصار الشديد ده والهوا كان فظيع، محدش سامع اي حاجة وكله مرعوب ومركز في نفسه، والطيارة كمان كانت مايلة على جنبها الشمال، فالكل كان مذعور وخلاص دي النهاية لحياتهم. الركاب كانوا في حالة رعب وخوف، وكلهم كانوا متأكدين انهم خلاص هيموتوا، لدرجة ان احد الركاب فتح اللابتوب وبث فيديو مباشر لايف لقرايبه وقال لهم انهم خلاص في طريقهم للنهاية، الطيارة هتسقط وهنموت. وبعد دقايق ولحظات من الرعب ابتدت الطيارة تستعيد توازنها تاني، والطيار قدر يسيطر على الوضع، والناس ابتدت تبص حواليها ويطمنوا على نفسهم انهم لسه احياء. ساعتها لاحظوا اللي حاصل لجينيفر وهي مسحوب جزءها العلوي كله بره الطيارة وهولي بتصرخ. فضلت جينيفر في الوضع ده 10 دقايق ومفيش اي اكسجين بره الطيارة، انت على ارتفاع عالي جدا. في اللحظة دي هولي لقت مفيش امل خلاص من سحب جينيفر للداخل، لكنها حطت ايديها على ظهرها وطبطبت عليها عشان تطمنها انها معاها. المضيفات كانوا في الكراسي المخصصة ليهم اول الطيارة ورابطين الاحزمة ومش عارفين اللي بيحصل في منتصف الطيارة. فبالرغم ان الطيارة فقدت المحرك الايسر، الا ان كابتن الطيارة اللي اسمها تامي جو شولتز وهي صاحبة الموقف البطولي في القصة بتاعتنا، بتعتبر من المحاربين القدامى في البحرية الامريكية، وهي كمان من اوائل الاناث اللي قادت طائرة الاف 18.
قدرت تسيطر أخيرا على الطيارة. طمنت كمان الركاب بعد حالة الذعر اللي هم كانوا فيها، وادتهم جرعة معنوية عالية بالرغم انها ما كانتش عارفة انها قادرة على انجاز المهمة دي ولا لا. مسكت الميكروفون وقالت للركاب جملة رائعة جدا: We are not going down, we are going to Philly. نحن لا نقوم بالسقوط، نحن متجهون لمطار فيلادلفيا. Southwest 1380 has an engine fire descending. Yes, sir, we're single engine descending, have a fire number 1. Give us a vector for your closest. Actually, we're no fire now, but we are single engine. Okay, down to 11,000. If you would, have him roll the trucks. It's on the engine number 1, captain side. بعدها المضيفات قاموا من على كراسيهم يطمنوا على حالة الركاب، وهنا اكتشفوا المأساة اللي فيها جنيفر. قوموا هولي والبنت اللي جنبها لصف تاني أكتر أمان، وحاولوا يسحبوا جنيفر للداخل، لكن للأسف ما كانوش قادرين إطلاقا. في اللحظة دي اتطوع 2 من الركاب وكان ليهم عمل بطولي اسمهم تايم وأندرو عشان يساعدوا المضيفات في سحب جنيفر، مع ان دي مخاطرة كبيرة ممكن الفتحة دي تسحبهم هم كمان. لكن بكل قوتهم سحبوا جنيفر واخيرا قدروا يسحبوها بعيد عن الصف ال14 وحطوها على ظهرها في الممر في نص الطيارة. كان من ضمن الركاب كمان ممرضة اسمها بيجي، جريت على جنيفر عشان تساعدهم وتعمل لها الانعاش القلبي. وبعد مرور 17 دقيقة الطيارة عملت هبوط اضطراري في مطار فيلادلفيا. لما الطيارة نزلت على المدرج وصلت سيارات الإسعاف والفريق الطبي ونقلوا جنيفر فورا على المستشفى، لكن للأسف ما قدروش ينقذوها. اتوفت في المستشفى نتيجة الصدمة اللي حصلت لها وخروجها من شباك الطيارة ولحظات الرعب للأسف اللي عاشتها. سبحان الله، هي أعمار وربنا كاتبها وأقدار مكتوبة لكل مخلوق. يعني دي تكون النهاية المأساوية لجنيفر. وكمان من علامات القدر العجيبة إن هولي اللي بتحب دايما تقعد جنب الشباك تيجي في الرحلة دي بالذات وتشرب القهوة المثلجة بكمية كبيرة جدا عشان تغير كرسيها على آخر لحظة ويتكتب لها عمر جديد. ومن المفارقات الغريبة برضو في القصة دي إن كابتن الطيارة تامي ما كانتش هي أصلا اللي هتقود الطيارة في اليوم ده. زوجها طيار برضو بيشتغل بنفس شركة الطيران ساوث ويست، وكان المقرر هو اللي يقود الرحلة دي، لكن الظروف بتتعلق بابنهم حضور اجتماع متابعة ليه في المدرسة تم تبديل الشفت بينهم، وكأن ربنا سبحانه وتعالى اختار الكابتن تامي لتنقذ حياة 148 شخص على الطيارة، وقدرت انها تتحكم في اعصابها وبهدوء قدرت تسيطر على الموقف ده. وبعد الحادثة دي الرئيس الأمريكي كرمها، وبعد فترة كمان ألفت كتاب اسمه Nerves of Steel، أعصاب من فولاذ. القصة دي على قد صعوبتها إلا إنها بتعرفنا إن ربنا دايما ليه حكمة في كل شيء بيحصل. ما تزعلش أبدا من ترتيبات ربنا ليك، هو دايما مدبر الأمر، فخلي عندك حسن ظن في الله. أتمنى تكون عجبتكم القصة النهاردة. لو عجبتكم اعملوا لايك وشيروها مع أصحابكم، وما تنسوش تشوفوا القصص اللي فاتت، ومستنية رأيكم أكيد في التعليقات. ودمتم في أمان الله، مع السلامة.